قدرت موازين الكون أن يكون للحياة أجلاً يبتدئ كشروق الشمس مطلع اليوم، وكما الشروق ثمة غروب على ذات الأرض، كل بقدر. وكذلك الإنسان يولد بين أكف الرحمن ويصنع على عينه، وينمو رويداً رويداً، ويظن أن الحياة تنتظره ممسكة بيده نحو ما يريد وكيف ما يريد. ولكن للأقدار سطوة تطول قدرة البشر، وقد تطول الأمل عند البعض والنور عند البعض الآخر. ولكن ثمة من لم ينتظر الظروف لتشعل له الشمعة، بل هو من أقاد. زينب ذات الضحكة الربيعية جاءت لتحدثنا بدفء قلبها عن قيمة ما نملك ولا تملك، أو عن قيمة ما تملك هي ولا نملك. كان في الحادث أنا ووالدي وأختي الصغيرة. كان عمري 7 سنين وأختي عمرها 5 سنين، ووالدي يعني كان في عز شبابه بعده. كان هذا الحادث من نتيجة آثار الحرب. اشترينا بيتنا في بغداد، وجدنا في بيتنا بعد سنة 90 شاقول البناء، فخبيناها، ظنينا إنه خلاص ممكن نستفاد منها بمرور الأيام. سنة 97 والدي كان يصلح البايسكل مالي حسب طلبي، إني طلبت منه يصلح البايسكل، كان في خلل، والحمد لله الوالد استجاب. بس لما كان يصلح البايسكل بعد عدة ضربات انفجرت القنبلة، واللي تهيأ لنا إنه هي شاقول بناء. حديقة البيت أتذكر كانت عبارة عن فيضان من الدماء. أنا دخلت برجلي شظايا، رجلي اليسرى، قطعت الأوعية الدموية وتعبت الرجل لدرجة أنه كانت الرجل بين الحياة والموت. دخلت شظايا في إيدي، قطعت الأعصاب، صارت حركة الأصابع غير موجودة، فقدت أي كنترول حركة الأصابع. أول مستشفى الدكتور قرر بس يعتني بالرجل، يحاول ينظفها باستمرار، يحاول يشوف أي طريقة أنه بحيث تصمد وتعيش. ثاني مستشفى الدكتور قرر أنه يجبس الرجل، كان فيها طبعا عظام مكسورة، فقرر على ذلك أنه يجبسها وإن شاء الله خير. ثالث مستشفى هنا كانت المفاجأة، أن الدكتور اكتشف أن الجبس كان خطأ طبي، خطأ كبير، كان المفروض ما ينحط جبس، كان المفروض يستمرون تنظيف الرجل إلى أن تستقر حالتها، يلا بعد ذاك الوقت ينتقلون لموضوع كسر العظم. فنتيجة هالخطأ صار عندي تسمم، صار جانجرينا، وكانت الجانجرينا وصلت فوق الركبة، فكان حان الأوان إنه يا أما تنبتر الرجل من فوق الركبة أو يوصل التسمم ممكن يصعد ويستمر إلى القلب، وبذلك إنه باي باي زوزو. والدي ما أتخيل شنو إحساسه لما اكتشف الموضوع. والدي كانت حياته بالمستشفيات عبارة عن بين الحياة والموت، فقد هواية دم، كثير عظام تكسرت من جسمه، فقد إيده على طول، كف الإيد، فقد هواية أمور كانت تعرض بين إنه هو كان السبب الرئيسي بين انتقالنا بين المستشفيات، لأنه حالته كانت جدا صعبة، ممكن المستشفى ما تقدر توافي طلباته، فنضطر ننتقل من مستشفى إلى أخرى. آخر مستشفى الحمد لله والشكر والدتي أصرت على الدكتور إنه يحاول بعملية إنه يرجع لي الإحساس الأصابعي، إنه رجل راحت وإيدها متروح، يعني حل وسط يا جماعة. فالدكتور الله يذكره بالخير حاول سوى عملية، بعدين علاج طبيعي حتى يرجعون الإحساس ويشجعون الأعصاب إنه ترجع لها الإحساس. كان عمي الله يذكره بالخير كان يمسك أصابعي ويرجعها لورا، آخر شيء رجعها حتى يحسس الأعصاب، هاي بعد العملية مباشرة. فأنت تخيلي الألم، بحيث كنت دائما أطرب كل المستشفى، كل يوم زينب لازم تسمعهم نغمة فنية غير شكل. عمي يمسك أصابعي وأنا
هاي الشمعة كانوا أهلي، والدي ووالدتي، وكان دكتوري اللي يسوي لي الطرف الاصطناعي. إيجابيته وثقته بي كطفلة، صحيح إني كنت هبلة وما أعرف شنو بالدنيا، أو كنت دائما أسمع للي يوجهني، بس كنت لما أشوفه يقول لي ما يخالف زينب أنت قدها، أعثر أوقع يقول لي لا امشي، أتعب لا امشي، ماكو شيء اسمه أتعب، أنجرح يصير بي مواقف محرجة، مواقف مؤذية للنفسية. دكتوري، والدتي، والدي، أهلي بالدرجة الأولى هم المحفز. لما يخلوني ألعب بالشارع وأتنافس ويا أطفال عندهم رجلين وما يمنعوني إنهم يحبسوني بالبيت منعا للإحراج، هذه كانت أكبر دافع إني أشوف شنو قدراتي وشنو قابليتي. ما حتقدرين تكملين حياتك إلا تتصالحين ويا نفسك بهالموضوع. لما تمشين بأي مكان سواء مغطية رجلي بجزء تجميلي أو من دونه، الناس راح تنظر، الناس راح تعلق، الناس راح توشوش. مجتمعاتنا العربية تنظر لذوي الإعاقة بنظرة دنيوية، إنه هو محتاج وساعده ومسكين ويا حرام ويا قلبي وتكسر الخاطر. إذا ما حتصالح ويا نفسي وإذا ما حدرك إنه رب العالمين اختارني من بين الكل لسبب، ما حقدر أكمل. المعاق إذا تفكرين فيها هو إنسان حاله حال أي إنسان، كان كامل في لحظة من اللحظات بس تعرض القدر. زين ليش تعرض لهالشيء؟ ليش هو من دون الكل؟ أكيد له قدرة إن يتعامل ويا هالشيء غير عن الكل، أكيد في سبب، أكيد في شيء بداخله الله ميز عن غيره حتى يختار هو تحديدا لهالقدر. فأنا يعني، وبعدين انت لو تفكرين بيها انه انت ايش قد تنجرحين، ايش قد تتاذين، ورب العالمين وعدك باجر وثواب لكل شيء. المريض ايش قد له اجر. انا كل يوم رجلي تنجرح، كل يوم اتاذى، كل يوم اتعب بالمشي، الله ايش قد ينطيني اجر بشكل غير مباشر بس الي على شيء انا دا اعيشه كل يوم. فيعني ايش قد يحبني. ولما اخذ رجلي انا ما خسرتها، انا رجلي راحت للجنه، الجنه ثانيه، فاني ما خسرت شيء، يعني الله ايش قد يحبني. الجزء التجميلي من الطرف الاصطناعي كنت استعمله لمده 17 سنه. قررت اني اشيله بشهر ديسمبر، كان في مخيم الامل لذوي الاعاقه. سبب اني شلته كان اتوقع خطوه جريئه بحق اهلي قبل حق نفسي واصدقائي وكل الناس، لانه مجتمعنا العربي ممكن ما يتقبل انه انسانه عربيه محجبه تمشي فاضحه نفسها، خلينا نقول انه هذه اعاقتي قدام الكل. بس بنظري انه كل انسان من المجتمع له حق يعرف ويدرك انه ذوي الاعاقه جزء من المجتمع. شنو ممكن هم يسوون؟ ممكن كثير ناس ما تعرف اصلا انه ذوي الاعاقه مشاركين بفعاليه بالمجتمع. تتخيل انه المعاق بس قاعد بالبيت، هواياته بالمنزل، نشاطاته مع اصدقائه والمقربين له. كانت هذه خطوه ضروريه للمجتمع حتى يتثقف عن ذوي الإعاقة، حتى يعرف أن المعاق جزء لا يتجزأ من المجتمع. المعاق إلى حياته وإلى نشاطاته اليومية، يطلع ويلبس ويتأنق ويشارك بكل مجالات. حابة أني أحقق أهدافي على المستوى العملي، حابة أوصل مستوى مثل ما الناس متوقعة مني، حابة أوصل لهالمستوى. وبنفس الوقت حابة حاليا يعني إذا الله يسر ب 2015 إني أجيب الرجل الخاصة للركض وأجرب أركض من بعد 17 سنة.